السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف تيوب في كل مكان. مجزرة في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ما القصة؟ يستعد الدنماركي يستروب المدير الفني للأهلي لإحداث عدة تغييرات على قائمة الأهلي والتي بدأ بها الموسم الجاري، وطلب تروب خلال الجلسة التي جمعته بسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والنائب المشرف العام على فريق الكرة في حضور وليد صلاح الدين مدير الكرة رحيل عدد من لاعبي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وحدد تروب عددا من الأسماء التي ينوي الاستغناء عنها في الشتاء، أولها المغربي أشرف داري مدافع الفريق، وعمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للفريق، ومصطفى العش مدافع الفريق، وأحمد رضا لاعب وسط الفريق، والسلوفيني جراديشار. وطلب تروب إدارة الأهلي بتسويق هؤلاء اللاعبين والاستفادة منهم في الصفقات الجديدة من خلال إدخالهم في صفقات تبادلية. وفجر تروب مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسته مع عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، بعدما أكد لهم أن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا آخر الراحلين، وأن هناك عدد آخر من اللاعبين تحت التقييم لنهاية الموسم للحكم على مستوى الاستفادة من قدراتهم الفنية والبدنية. ويبحث تروب عن إحداث عملية إحلال وتجديد في صفوف المارد الأحمر والنزول بمعدل الأعمار السنية في الفريق، خاصة بعدما رفض إعارة محمد عبد الله لاعب وسط الفريق الصاعد وقيامه بقيد عدد من اللاعبين الصاعدين في قائمة الفريق الإفريقية، أمثال محمد عبد الله، محمد هيثم، محمد رأفت، عمر سيد معوض، حمزة عبد الكريم. فهل تنجح خطة تروب في تكوين فريق مرعب للأهلي؟ دعونا نرى.